والذين حرصوا على نقل خبراتهم وتجاربهم في محراب صاحبة الجلالة إلى مجال التدريس والتكوين استكمالا لرسالتهم في التنوير ونشر القيم النبيلة اللصيقة بمهنة جمعت بين النبل والمتاعب. كما أهنئكم على اختياركم التكوين في مجال الصحافة والإعلام حتى تمارسوا هذه المهنة النبيلة بمعرفة وأخلاقيات وتحاربوا التفاهة التي نعيشها اليوم للأسف بعد أن أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له. كما لا أخفيكم ذلكم الإحساس الخاص الذي ينتابني وأنا في حضرة طلبة الحامل العزيزة، حيث ينبعث الدوام الشوق والحنين إلى أزهى فترات عشتها كطالب جامعي وكأستاذ قبل أن تخوض بالأقدام إلى عوالم السياسة وتحمل مسؤولية التدبير العام لأول تجربة حكومية ما بعد المصادقة على الوثيقة الدستورية لفاتح يونيوز 2011 وقبلها سنة 2009. الحضور الكريم حرصت على أن لا تكون هذه المداخلة كلاسيكية ورتيبة لأنني أعتبر كما قال الفيلسوف روماني كارل جاسبيرز أن الأسئلة أهم أحيانا من الأجوبة، لأن كل جواب سيتحول إلى سؤال جديد، وبالتالي فإنما سيعتبر الفنان لنقاش اليوم توهجا ونكهة خاصة وإفادة حقيقية هو تساؤلاتكم وربما آرائكم. الحركة الشعبية والرهانات المطروحة من أجل تحقيق التنمية والسلام في المغرب، وكما هو العنوان العريض لهذا اللقاء يتجه إلى المستقبل، لكن لا مستقبل بدون النظر إلى المرآة العاكسة من أجل استحضار التاريخ. شاعت مقولة مفادها أن التاريخ يكتبه المنتصرون ويفردون قصتهم ويحدثون بجرة قلم كلما لا يناسب قيمة، لكن هناك من ينجح في وقف الأكاذيب الكبرى يكشف زيف ما قد يكتبه المنتصرون. لقد انتصرت بعض الجهات فعلا في تزييف حقائق التاريخ وفي طمس الآراءات وإسهام وتضحيات فئات كانت سباقة إلى تبني قيم الحرية والكرامة ومبادئ التعددية الفكرية والسياسية. وهذا هو حال حزب الحركة الشعبية الذي انتقد باكرا، أقول الذي انتقد باكرا ومباشرة على الاستقلال ضد الهيمنة والحزب الوحيد وتكميم الأفواه، وكان وراء إصدار ظهير الحريات العامة سنة 1958. وهذه هو ربما الوقائع التاريخية اللي كنعرفها اليوم. قال الزعيم التاريخي للحزب الحزبي أحرزان ساعتها: لن نحصل على الاستقلال لكي نفقد الحرية. لذلك فإني أعتبر لقاءنا اليوم مناسبة لتصحيح مغالطات ونشر الحقيقة بكل وجه، سواء كانت مشرقة أو مظلمة. السمة الجوهرية لهذه الحركة الشعبية هي كونه نتاج للتربة المغربية بعيدا عن الرياح الشرقية والغربية. شنو يعني هذا الكلام؟ لأن الفكرة الحركية ولدت تربة مغربية أصيلة، بمعنى أفكارها، مرجعياتها، أدبياتها ما كانتش ولدت الثورة الصناعية في أوروبا باش تكون اشتراكية، ما كانتش ولدت الثورة المنشفية في روسيا باش تكون شيوعية، وما كانتش ولدت انتفاضات أو مد إسلامي والأندلس. فاش رجعنا نقولوا الأندلس حنا ليش الأندلس بقات اليوم. إذا أعتبر قلت لا